شبان. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الأكارم. يوم بالمناسبة عيد الفطر المبارك، نحن عايدين معكم بالمطعم المساواة مع هدول أخوينا السودانيين حتى نعايد معكم بالعيد الفطر المبارك، وحابب لكم عيد الفطر المبارك لكل الإريتريين برضو بالبلد، وحابب لكم عيد الفطر المبارك لكل الإريتريين برضو عايدة بالبلد وبالخارجية. أهلا وسهلا فيكم طبعا مباشرة مع شبان انترتينمنت والليدا برودكشن. مو سلامتنا تقبل قرات تخاتتنا قمي تغني لو منبار مغنيات عيد على دحاب مغنيات مقبار أبزي حقا حنتي متشوات ندابون مساعدينا ويزرو تاقسي تيتي تراخبنا أبز ندابون نزوم متشوات حواتنا سرناوين نزخبور بعد المغنيات مقبار قلق علالات مسوم كنا كايدينا متبعهم أي فلينا سلتي كل نجار تقبلنا دامس جنا حجون متبعهم أي فلينا دابلنا أبزنا أي عيد أمرت مسانخا حبيركم كتصنعوا بغرنا عدم. طيب مشاهدينا الأكارم، حابب أسألكم من الأول عيد الفطر المبارك لكم ولكل عائلتكم ولبلدكم الحلوة، إن شاء الله سلام برجع على بلدكم الحلوة وتعودوا فيها وتعايدوا مثل ما بلدكم إن شاء الله نلاقي هالوقت والتوقيت لقدام. طبعا أنا حابب أسألكم واحد سؤال، منو اسمكم ومن وين جاي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمد صبري علي، من السودان، من الخرطوم، من المنطقة اسمها الحلة الجديدة. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين. أنا فضل محمد. طيب. من الخرطوم السودان، من منطقة اسمها شرق النيل، وأنا قعدت هنا كثير طبعا في أريتريا، قعدت قريب لي 3 سنين. 3 سنين؟ أيوة. ما شاء الله. السلام والرحمة. أنا محمد عبد العزيز. طيب. من السودان نيالا. وهنا عندي زي أسبوعين كده الإجراءات وكده، لكن البلد سمحة ما في أي كلام. طيب أسألك السؤال، من السودان نيالا قلت ولا من الفندق نيالا؟ طبعا لا نيالا حق السودان. أيوة دي ما بعرفها. أيوة. جنوب. طيب. جنوب دارفور. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي سامي تخلو من الخرطوم، من منطقة اسمها الديم في السودان. انتوا الشباب ونحن حابب نقول لكم اهلا وسهلا فيكم ببلدنا، وعيدوا وتهنوا ببلدنا كمان. كم سنوات عدتوا وشو لقيتوا الفرق بين انتوا تعيدوه ببلدكم وتعيدوه هون؟ شو لقيتوا؟ شو بيكون الفرق؟ والله لقينا فرق كبير. هنا الإيرانيين استقبلونا وتعاملوا معنا زي أي شيء، أخواننا وأي شيء، مرة تعاملوا معنا كويس، يعني نشكرهم وخطيناهم فوق راسنا مرة. البلد سمحة تمام، ما في أي كلام، بلد باردة، بلد هادية، وبلد يعني إريتريين ده الناس كويسين، يعني زي السودانيين. يعني هنا يعني العيد طب ما شاء الله، يعني سمح مرة واحد لو الله حضرنا كده، يعني بكون زي السودان، يعني ما بنحس بالفرق، ما بنحس بالوحشة بتاعت الأهل. طبعا أنا ده حيكون العيد الثالث بالنسبة لي هنا في أريتريا، لأنه يعني قريب لي 3 سنين موجود هنا في أريتريا. طيب. من بعد الحرب طوالي جيت هنا أريتريا، وما شاء الله يعني الأخوان الأريتريين استقبلونا وما قصروا معانا وكده. بعدين يعني ما حسينا بغربة هنا في أريتريا، كاننا موجودين في السودان. يعني كل الأريتريين استقبلونا وبنجي هنا نشرب البن مع تيتي، ويعني أريتريا بلد جميلة شديد، وإن شاء الله حتى لو سافرنا حنجي راجعين تاني إن شاء الله. ان شاء الله. طبعا أنا أصلا يعني أبوي هو سوداني وأمي أريتريا، فده العيد الثالث لي أنا هنا في أسمرة. لي ده العيد الثالث، يعني جيت 2023 شهر 5، ده العيد الثالث لي هنا في البلد دي، وزي ما متعودين يعني
العيد ما شاء الله هنا سمح والبلد سمحة وغايته حاجة سمحة شديد كانت. يعني ما أول لي مرة كانت يعني في 2013 مرة، وتاني حسي في من 2023 لحد ده العيد الثالث. ده العيد الثالث بالنسبة لي، وزي ما متعودين العيد هنا طبعا ما شاء الله، وفي السودان برضو العيد سمح وهنا برضو أحلى، وغايته الحمد لله عشنا عيدين، يعني عيد في السودان وعيد هنا في أريتريا، وكان الاثنين ما شاء الله حلوين. لأنه عم تقول لي ما في فرق بين العيد هون وبين العيد ببلدكم، ما في فرق؟ لا ما في فرق كتير. اللي هو هنا يعني ممكن في السودان إنه الأعياد بتكون كيف؟ بتكون مثلا في الشوارع، الصلوات يعني في كم جامع، والناس بتعيد، والشفاع الأطفال يعني يكونوا بيلعبوا كده. وهنا برضو نفس العادات في السودان هنا في، يعني بنمشي بحت مسكرم اللي هو بكون صلاة الفجر هناك، صلاة العيد اللي هي، وبكون الناس كتار طبعا ما شاء الله، ويعني الأجواء بتكون سمحة شديد. بنعيد هناك وبنجي تاني الحلة، واخواننا برضو يعني جيراننا هم مسيحيين لكن برضو بيجوا يعيدوا علينا وبنعيد عليهم، وبيرسلوا لي رسائل في التليفون وبيعيدوا عليه يعني. فيلا العيد هنا وفي السودان واحد، يعني انا ما شايف منه اختلاف. في السودان حلو وهنا ما شاء الله برضو حلو شديد، وما يعني ما حنحس بحاجه، ما حنشتاق للعيد في السودان لانه هنا برضو نفس العيد. طيب انتو يعني بالسودان عندكم رفقات كتيرة، ايوه يعني بعيدوا عليكم بكتير طرقات، وهون انتو لازمكم اذا عملتوا 3 صلوات هنا عملتوا كتير رفقات صح كمان. شو بحسسوكم يعني لما بيكون رفيقك المسيح ومن الاريترية بعيد لك بالمسج، وطبعا برضو بيجي لعنك بعيد لك، شو بتحسوا يعني؟ صراحة كده يلا أنا بشوف الحاجة دي إنه بنحس كلنا أخوان وما في اختلاف بيناتنا، والعيد للناس كلها. يعني حتى في العيد حق المسيحيين أنا بيجي أعيد عليهم وهم يجوا يعيدوا علي في العيد، يعني بنحس إنه العيد واحد، العيد حقنا كلنا. فما شاء الله يعني حاجة كانت سمحة شديد. طيب نحن عاداتنا هيك، نحن اريتريين عاداتنا هيك، نحن نعيد برضو عن اخواتنا المسلمين، واخواتنا المسلمين بيجوا علينا وعيدوا علينا بيوم العيد حق مسيحيين كمان. كيف لقيتوها هيدي؟ يعني ما بيكون قريب من اي بلد تانية او؟ دي اجمل حاجه في اريتريا، يعني أجمل كل الناس حاجة. ايوه دي اجمل حاجه والله. في اريتريا. والحاجه دي طبعا عجبتني شديد، انه كل الناس واحد وكده، والناس بتعيد على بعض وكده. حتى نحن في العيد مشينا لمامينا تيتي، مشينا لها في البيت وعيدنا عليها في عيدها. بيتها. ايوه مشينا عيدنا عليها في البيت وكده. ويعني كل سنه بنمشي لزول تاني، يعني لصديق واحد من الاصدقاء اللي معانا بنمشي نعيد عليه وكده، نقول له روحوا سودامات كده كده. يعني تعلمنا كثير نحن، يعني شلنا من العادات الاريتريه وكده من الاريتريين. طبعا الاريتريين كلهم يعني زي ما بتقولوا انتوا بتجرين يا بروخات. شكرا بروغات. احنا مباركين. وانت كم سنة عملت هون؟ انا عندي عزبين 3 اسبوع كده. ما شاء الله انت ضيفة، لساتك ضيفة علينا. ايوه لسه انا ضيف، لكن ان شاء الله بتمنى انه احضر العيد هنا لو الله حضرني. فهنا في شوية اختلاف يعني من ناحية دينية من ناحية ثقافية، لكن يعني موضوع ايزي يعني حتى لو في شوية اختلاف ده يعني احترام أديان، حاجة زي دي يعني كويسة. يعني احنا نقدر الدين بتاعنا والدين بتاعهم، ودي يعني زي ما قالوا معلومة ويعني اكتساب ثقافة. شكرا. وانت يا حبيبي كم سنة عم تعيد، وشو رأيك يعني بالعادات طبعا حقت العيد علينا يعني؟ انا دي المره الثانيه اعيد هنا، السنه اللي فاتت والسنه دي. وكمان عندنا جيراننا هنا مسيحيين برضه، هو لما نعيد احنا كمان نمشي نروح لهم نعيد معاهم كده، نفس الشيء واحد. هم يجيكم في عيدنا ونحن نجي في عيدهم، بيجوا معانا كده زي اهلنا اخوان، بيجوا معانا في اي وقت يروحوا معانا اعياد اي شيء يمشوا معانا في البلد. وإريتريا هنا ما شاء الله ما شاء الله مرة حلوة، مرة جميلة، الناس كمان طيبين، شكرا. يتقبلونا بخير الحمد لله.
وما انتو كمان اخونا من البات عاوتي تحت غيلوكا كيف دالكا يمكن ساعدته. عمي حبيبي مجمرتا رح اسمع على ادمو بتقرنيا خانشتي نزم كبرات تخاتنا شي علال كنقبر لهم ابزي اس ميك قلت بالشمسم يعلو خنا مني خباكم اند ابزي يقدس مني زاشم يبكم ميك سخا خاتكم الله عمي حاول انا سي ميكي ساغويا حجيت يا ميكي خابي متيا بحصيرو عباي يا حجي كم مالت بنيشتيا انا نيشتي خلخوسي كمو بقى انا محمد اندشمي حجي ساميكي خاوتيات لي بقى ما يوصل كمالتي بميكيل ها بميكيل اندشما ناي دحان اقول لك بحبشا قال ابزي بحبشاسي اوتيات لي عباي اوتيات لي كم يتفتوري هاسخه حجي بقى فتي عندي سودان مسكتكو حجي اب سودان يتوليده ابزي دارغا ابزي عبي كاب ودي عمد كساب حمشت عمد ابزي عبي شعاب زي موتيهم لي شعاب سودان مسكتكو حجي كله سب ميكي خابي متيا انا ابو انت يحاسبوا كم زي خاب ميكي ماوز متيا حجي حراي بميكي ماوز زابلو ميكي ماوز كيدا حجي ابزي خمت خلو ميكي ولا بسودان حجي بميكي يزفلت لحر حدا فري ነገር ዝራኸው ብዝንታ ያለ መስሊካ ስኻ ኤርትራውን ስረናውን ከለኻ ስኻ ከተራዳና ድግባ ከም ብዞም ስረናውሲ ሓደ ስረናዊት ማለት ዘራዳና ንርብዚያ ሻንዳ ስተና ኸልና ዝኻ ዓውና ፈዶል ይባሃል ፈዶል ወብጣዕሚ ኣድኒቀነ ፈዶል ከመይ ኣለኻ መጀመርያ حسب على ايد بتግርኛ ኻ ኾነልካ ና አሜን حبيرو ንኩላቱ ትግርኛ ኻበይ ከምፂኻ ابزي تماهير تجرينيا ابزي خندي عامد غير كان لهم بتجرينيا رقمهم مو انا حجي عامتين شعات ورحن غيره اب اسمر ابزي دحر كوينات ني ابزي ماتي اوش رختي قلا 50 تماهير اوش عامتين شعات ورح تجرينيا تكلكيلك هو دحان بزح يكونن جن دحان نو كم سرنا ومتن كم سريو لك بتعم صبق امبار من يخلى ميديكا تجرينيا ازيم يعرختي اب نحنا غزاوتنا بغزباندا نديا غزباندا بزح يعرختي يالو مساو من الزارب قلا تسمع 50 تجرينيا دحرات الزارب انت دا سميخا 50 مس يعرختها كوفيلكا بونستي خا قلا 50 تلمد كم يفتي خير تجرينيا مس كم يبرتع كر هو دحن ابزون مستيتنا بتجرينيا طرح ترى يزريك هو بتعم يخم تفتوا بناتيتنا ها كله جزي كم يخم انت يفولي سحبت سلازلو انا ابزي املس ملسلو انت خنا قرك حجي اذا مامينا تيتي مس ما جمرتنا ابزي متنا ابزي مساوع فاست فود كلهم يعرختنا ولا كم حواتنا اليوم ترديكا ولا ابزي ماما ساره زي وانا ابزي نحنا ماما ساره نبلا نمنتاي كلهم سوداناويان ماما ساره يبلوها نمنتاي نسا تصبغ من السوداناويان خمزي تصبغ تزارب انت زخونا قابل قراتلكم هو انت زخونا نغير داريخه نسا نابات خيط تنقرا ماما ساره كومو دليل تحق زكا ابزخونا دليل تحق زكا ترديكني بس قطعمون مواسا فاست فود بكبر مسغانا ناخم يخلم انا ون كمزيلنا احنا ابز نخنسل استحاورنا سم بعلميم لو كابتناتنا زعب خان اخمون ابزي ناي استفل ناي عمتات صانحتكم سي صبو انغرتكم زغورلكم نارينا فولي زغزاهم بخم يخم تفتوا ابزي بونا لا ماماتيتي قالوت ماما سارا خمسه صنحا كلهم زم ابالات ناي زي فاست فودون طعم صبو قابل خم زغورلكم نانفرد كبر مسغانا نعم يخنو صبو اسيلي توسخات فلنا طيب ميكيوش ما يكتب لنا صريحك حجه بتقرنيا حتى كايسكا كعبايا وصات لي كسب لني صريحك ممكن نسالك كم سؤال جدتك حبوبتك مسيحيه شيء ايوه هي مسيحيه ايوه ما شاء الله عليك عشان كده طلعت لي ميكيل وبرضه بتعرف الشيء اللي معناته ايوه هيدا بيكون ملائكة أيوة. من السماء هذا دي نحن نعمل لو ميكائيل لو ميكائيل طيب حاجة برضو أنا حابب أقول لك هيدا وهو أنت بتكون نص يعني نص إريتريان أنا نص سوداني ونص إريتري سوداني يعني كل يوم بتجي لبلدنا شو بتحس كبلدك الثانية وأنت عندك شيء أصلية من هون طبعا أنا أصلا يعني كل سنة في شهر 5 دائما بيجي من السودان بيجي أسمر هنا عشان أحضر عيد الاستقلال اللي هو 24 قنبت لازم أجي أحضره كل سنة
اللي هو كان فوتته سنة 2017. اقصد لا 2014 و2015 ما جيت، لكن كل سنة سنويا بجي هنا من شهر 5 لحد شهر 6 احضر عسران 4 قنبت وعسرة سنة وبرجع على السودان. ما شاء الله. وحسي طبعا مبسوط شديد انه انا قعدت هنا 3 سنة، اول مرة في حياتي اقعد في اسمر 3 سنة، واصلا كنت بحبها شديد يعني. اكتر بلدين بمشي يعني، انا ما حصل مرة طلعتها اكتر من كده يعني. السودان اسمرة، السودان اريتريا، السودان اريتريا، اريتريا السودان فقط. انت حاجة برضو عليك، انت بتعيش علينا كل يوم شهر وشهرين هون. أيوة. كل سنة. ايوه. طيب شو بتحس؟ طيب اسالك يعني شو بتفكر لما انت تعيد معنا كرمال الاندبندنس داي او استقلال اليوم من العيد الاستقلال يعني هيدا رأس العيد علينا وانت بتعرفه. شو بتحس بالناحية الزاوية انت بتشوف حالك ارثية؟ ايوه طبعا انا في العيد بتاع عسران 4 قنبت دائما بكون مبسوط شديد، لانه بحس بالفخر بعيد استقلال بلدنا، فبيكون يعني الاجواء بتكون سمحه شديد يعني. الاعلام الاريتريه في كل حته، والمهرجانات، وبالذات تشيتشورا يعني اهم شيء لازم امشي واحضر واشوف يعني الفعاليات اللي بتكون في عيد الاستقلال. ما حصل مره شفتها بلد بتقيم فعالياتها بالطريقه بتاعت اريتريا. في عيد الاستقلال دائما بكون هنا، لانه استقلال ما شاء الله احلى حاجه فيه عيد الاستقلال في السنه بتاعته، فعشان كده بكون مبسوط شديد انه انا حضرت عيد الاستقلال هنا ورجعت للسودان. فكان كم مره عيدنا عيد الاستقلال ما هنا في السودان، لكن في السفاره الاريتريه في السودان برضو عملنا نفس التقاليد وعملنا حاجات كثيره، وكان مهرجان واغاني كده. فعيد الاستقلال دائما بيكون هنا احلى حاجه هنا. طيب حتى لا أنا حجي بتقرني حتى كا بتقرني هات من لسالك ليه شيء هراي أوه اسكي بجك عيد الفطر ولا كالوت عيدات الأضحى ولا كالوت عيدات ناي مسيحيين أبزي ساستعمل تغيير كاري خير لها حكي كمون معلتنا تصنتنا هنا معلت سواتنا هنا كلا حجي كلهم عيدنا هنا بحباركينا بحد امو انا بنجزع روشا كايدان صمبلاتني انا نصمبلو زغميتريو نعخان تاي فتره الكاسكي كل شاب زن 3 عامات متي خاز استمع اركانسي تاي سمعك حجي انتي قبل كده ليه مسكي انا انتي فتيو 10 سنه كلهم اريتراويان نيقود نحرنا تيخدو كل سب شمعة يجزء كوفي بيل خمزي أبمرت زي شمعة ولعة زي 10 سنة أنا مرة فتية معاد ولا أنا يخيد كله عمد 10 سنة يخيد شمعة يجزء مس يعرفتي يخيد قودنا حرنت كوفي بيل زي شمعة ولعة مرة فتية نمين تاي زيهم إذا موتم قدم زي نعم مرة نسيدراهم نيعرختهم مرة يحبسهم زي نحنا بعرب بنقول شنو بنقول يعني لأخواننا الفاتوا كذا يعني بنعمل لهم تأبين بالشموع. أنا بحبه شديد 10 سنة هسي لو هو بكرة حمشي لو هو بكرة أيوة بكرة حمشي كل سنة قاعد أمشي شارع الحرية بشيل معي شموع وبمشي بحبه شديد 10 سنة. طيب ليه؟ لأنه يعني دي حاجة سمحة وذكرى جميلة للأريتريين اللي كانوا زمان كانوا في النضال كانوا في جهات كده المجتهدين طبعا. دي حاجة جميلة ويعني بيتذكرون بكل خير وكل سنة عندهم العيد بتاع 10 سنة ده. أيوة عجبني شديد أنا بحبه شديد لأنه نحن نتذكر عليهم ونعمل لهم عيد فزيع الكبير مثل هيك. نحن عايشين لهلا لأنه ممكن هن دفعوا تمن غالي يعني أيوة. حياتهم كرمال نحن نعيش نتونس نكون مبسوطين يعني محررين. ايوه لازم انتوا تتذكرون ب10 سنة لازم نحن هيدا لازم علينا. بس انت يعني كإنسان اللي اجت من بلد تانية وكل واحد بكل بلد وهيدا بتعيد بكل بلد علينا أيوة. بكل طريقة. أنا جيت من السودان ولقيت يعني الحاجة دي جديدة يعني يعني في السودان ما في زول بيشيل شمعة ولا كذا لكن طبعا هنا
لما جيت لقيت العيد بتاع إسرا سنة ده عجبني شديد. يعني حتى أصحابي تكلموا معي قالوا لي يا أخي العيد ده للناس الشهداء الزمان اللي ناضلوا للبلد وكده. بعدين قالوا لي بنشيل شمعة ونمشي نقعد في شارع الحرية. قلت لهم خلاص أنا بمشي معاكم. شلت معي شمعة ومشينا شارع الحرية كده. يعني حاجة جميلة شديد صراحة، حاجة جميلة. هذه اللي بتحبه. أيوة. إن شاء الله تعيد معانا كل سنة من بعد اليوم. إن شاء الله إن شاء الله. طيب شو من العيد اللي شافته هون شو بكن يعني مبسطت فيه أكتر؟ أنت تبسط عليه أكتر أو بتقول له يعني بيكون شيء جميل شيء أكتر فزعية من العيدات طبعا يعني؟ والله شفت أشياء كثيرة يعني يمشي للأقراب، يمشي للأخوان، تمشي للأهل، يمشي لهم ونحن نمشي لهم كده. أشياء كان جميلة يعني مرة، عاوز تاني مرة أشوفها كمان. يعني اسمه شنو كمان عسرة سنة أنا كمان حضرته كان مرة السنة اللي فاتت عسرة سنة كمان مرة كان حلو. يتذكر أخوانهم اللي ماتوا في الحرب، يعني يتذكر لهم وجهاد لهم مرة يتذكر. أنا هذه كان عجبتني مرة. كمان شلت شمعة وين رحت بحت مسكرم كان معه مرة، كان شيء جميل مرة كان عجبني. إن شاء الله أنا بتمنى أنتوا بتكونوا معنا يعني اليوم ورا الثاني بكل العيد طبعا. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. عاوتي جلس بهلا يصانع كان. حراين باركو ورا تقاتلنا 5 تريور لهم لنا مس يبل شاي زي باش شاي طاولانا مليد له خمزون 5 تريور لهم بزي تقانا خوفي لا دلا تعمتون تنقرنا دلنا أدينا مامانا تيتنا تعمتون كابت مسحب نايزهم سرانا زخونت حانتي أمو انتي مسحبيات قبل لهم أبزون كابهم فولي نجار انت عنت امورات جيرات امور بخمي من أبزاق زملاء لسرلو كافهن رهوينا مجمرتها تيتنا روح سبع على إدمه بخمي مجلس كم مجمرتها نظام متشوات عواتنا زين بعلمكي جدو كان مجمرة 3 عامات جرب زي أنا بن كابز جمر مع التاوي 3 جزية وي كل جزية وي 4 جزية كي مسعي وعنيو فولي فوري للوز جزا أبزي زوعل جن بحث كلهم سدانويان تبايم أزيوم طعمات تحوتات مخبرت السبيو نخلهم خا درجة 300 400 زخونو أبزي سدانويان بون صوتيو كلهم زفلتون نعاي أب سعود زلوا أب السودان زلوا أب كله هاجرات خيدم زلوا كابزي كابس مرا رحس بعل مكعب زبز حكم يبلهم تتينا بتعمل فتوخي بونكو طرح اليوم فوتو ويس ولا تتوايكي مسمتو هاديم كم حزم كم حفتم سلتخون دي خويس بتابون طرح عند السحاب نسون السبيم زحتو تبزعبا داي تباينا نحن السخس انت لكم تزارب انا تعمبون سلت قبرو لما دي ختبلو ويس ايكونن نسوم يوم طعمات اتي خالنا يطعمي ديو ناي قبابلا دي ناي طباي ديو نعوم ملكت سميم ززاربو مالتي جن انا بحفشا نعومي انا زنسكنو ازيز فوتبو تحطاتهم كل غزي كمم سي ندعي حنا انتخنا كمم تصبوني رئيس بلانا حقي ابز خدنا سي كم تراتهم تحتنا كم تراتهم منفعتي كم تراتهم كل نجر انت نخون أنا خادس نذلن كلهم حقوسات خوينا منور زم خواتي عبرخا وكل زلوا كل كايدهم حجي نخلهم ورحس بعال أو كل عالم تنزيح مزلوا ورحس بعال بالسلام نبها قرمكم الله سخاي مني الله يعني حري ماما تيتانا خاتك حجي اسكي بمنتاي قانقا ترداد وسوم عربي مزاربو نسخ تغرينيا اما جمرتاي شغرك دونيروك كماتيوم بونغا لا خبلو كله ويز كون زدلي وسوم كحتو يخلوسي ردك دونيرو او كل يزرداني كل يردك نيرو هو كي دغاغ غلطه بيو كي دغاغ كاب مجمرتا تحراي وقدنا كنت لم جون دخي ابسي اخا انت يلومنا نيروم تغرنيا ونساميراتنا يلومنا نيرو ما بعلالمو اسكي بتغرنيا دي خت يوم تغرنيا نكون لايك خلو الكدي خي تدالي خوينكي ما سخت رد يوم تخيلكس سلمنا بتغرنيا تمريم نيركي هو بتغرنيا يعني الزارب حقتهم حدا تيت انت وين كي عرب زي تخيل عرب تزارب نو تغرنيا خملكم وراكم
نسهم خاب عندكم مس مسأخو أنا عرض حياكم تزاروا سكم تروح سمعنا بلا مسحهم حجة حفتي على تسجى ولا نصارى حفتي صراحة حفتي معي عبزلك مسأخة مع السنين نعي حاجز كونكي ودك تعلي تسفق كونكي حاجز كونكي إلين بعدين النزيه بناني كل زي نبرة بمولو كابزي جميل وزي كل سبعين كبيتنا لي نعي السنة هواتين حجي ولا زخون نقدر تقول خمانة يزارون اليوم تحنسا والجزاء سلزخون تقول أخات عبد سلزلا تسرح كم دليتها تخوني مزبلني حجي أنا نزوم جزاء عزيز سدراي هواتين حجي ها حد زي صدقت مسخلات ترجموا لهم كم زياتوا لكم زلا تقولهم تسحوا قبلهم يخونوا مالتي حجي بزخونة سلازي حنت تورقاميتون الله تكلم ايوه الساكت بتصحى عزيز بمسح قصو صارع بزح صراح سلازخونة برسحتي لان حرمتيا تعلنايات مصيا جن ابصراحي وحيله خلايا بزحتاش مثل زي بلا تعنا قلت سجرت منبر السنه زين حواتين سدراين يوم زنجزان عي كله كاب تاسكروت انا حجس غب علامه متان تقرنيا خلو مو بتقرنيا هرلالو يخمهركم ويصحوا بكم إلى اسكي تردوا رونيركم كاب مجمرتو ماما تيتي بتقرنيا تزارب كلا ما جمرت ردعكم دونيرو ولا ما جمرت انا ولا حنتي عرب تراين الزارب تيتي عايزين بون كم زين نبلا تيتي بون عايزين بدون جنزبيل كده بعدين تيتي بتسمع عربي كويس هسه حاليا يعني بكمية السودانيين اللي جو هنا بأريتريا كمية الناس اللي جو هنا شربوا عندها بون بقت يعني كده بقت تسمع عربي كويس هسي إذا جو سودانيين طلبوا منها بتسمع تمام بس ما بتقدر تتكلم كويس كويسة وانت تقدروا تسمعوا وتقرنيا برضو شوية تتكلموا وتتفهموا مع بعض منها. ايوه انا بقدر اتفاهم معاه شوية انت بتقدر تتفاهم مع كل واحد زين يعني من يلي شفته. يعني شو حسيت لما انت قدرت تتكلم بالتقرنيا وتتفاهم مع واحد مننا من الزول الارجيين؟ شو حسيت يعني شو كانت يعني طبعا في الايام الاولى لي هنا في اسمرة كنت يعني ما بسمع حاجة ما بسمع تقرنيا بتكلم عربي بس. بعدين لما جيت انا في الايام الاولى ما كان في سودانيين كتار كنا يعني قليلين السودانيين اللي هنا في اسمرة فيعني بقينا لازم نتعلم تقرنيا عشان تقدر تتفاهم مع الناس لازم تتعلم تقرنيا. يعني لما تمشي تقعد في القهوة تمشي أي مطعم كده لما تمشي حييجوا يسألوك الويتر حجيك حتقول لك انت ايش سمعك الوقت داك نحن ما بنعرف تقرنيا فشنو بنحاول نشوف زول بيعرف عربي ولا بنحاول نتكلم معاه بالانجليزي عشان هي تفهمنا تمام. لكن بعد داك بمرور الزمن والقعدة الطويلة وكده بقينا نسمع. يعني مثلا لما تمشي مع اصحابك المطعم كده يطلبوا كده يقولوا عايزين كتيعة فتفت مثلا كده انت بتسمع بعدين يعني تسمع بعدين بتقدر تتكلم. التقرينية ما صعبة بس شوية كده يعني فيها اختلاف لأنه نحن بنتكلم اللغة العربية شوية صعبة. اللغة العربية أصعب من التقرينية. التقرينية سهلة بس يعني فيها كلمات شوية غريبة عشان انت تقدر تفهمها. يعني هسه انا مرات بسمع كلمات جديدة بجاز المايك ميكي يا اخي الكلمة دي معناها شنو ما ترجمها لي هلا سمعت لي كلمة جديدة يا ميكي ترجمها لي. يقوم ميكي يقول لي كده ولا اكون قاعد هنا مثلا مع تيتي بقوم بقول لها يا تيتي في واحد هنا جاء وكده وقال كده يعني شنو الكلام ده تقوم تترجم لي. عندنا برضو هنا اصحابنا ناس ابراهام وناس سارة وكده برضو بسألهم يعني لما نسمع عليه كلمة جديدة بقوم بجي بسألهم الكلمة دي يعني شنو يقول لي يعني كده خلاص بحفظها بعدين بجي بستعملها. لما اجي مثلا لو مثلا جزول هنا مثلا قال بون بزي جنجبيل بقوم بسأله بقول له يا ابراهام بزي جنجبيل يعني بدون جنزبيل ايوه تمام بحفظها بعدين بجي بقولها ايوه وهيك تعودت كده تعلمتها. وهيدي فزع اكشلي فزع كثير فزع علي. يعني الواحد بسنة وبس بقدر بيتكلم تقريبا مننا يعني هيدا فزيعة. شكرا
على تفاهمك معنا. أنا الشيء اللي حابب أسأله، شو بدكم تقولوا له؟ يعني شو بيكون الشغلة اللي بدكم تقولوا له للعالم ولكل واحد يلي بيكونوا ناس حقتكم أخوانكم يعني عايدين هون ممكن بأي بلد تانية بالمناسبة هيدا العيد، شو بتحبوا تقولوا يعني؟ طبعا انا بحب اهني كل اصحابي وعائلتي في السودان وابوي واعمامي واهلي اللي قاعدين في السودان حاليا. بحب اهنيهم واقول لهم كل سنه وانتم طيبين. واحب اهني صحباني اللي قاعدين معي كانوا في السودان معي، هم سودانيين وفي منهم اريتريين، وبحب اهنيهم واقول لهم كل سنه وانتم طيبين. واهني اهلي برضو اللي هم من امي، اللي هم اهلي الاريتريين اللي قاعدين، يعني خالاتي واختي اللي في كندا وفي امريكا، كلهم بحب اهنيهم واقول لهم كل سنه وانتم طيبين. واصحابي اللي هنا في اريتريا بحب برضه اهنيهم وبس. واحب اهني الشعبين، الشعب الاريتري كله، واحب اهني الشعب السوداني بالعيد ده. طبعا انا عندي اصحاب اريتريين الان ما موجودين هنا في اسمره، فبحب اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله العيد الجاي نكون مع بعض هنا في اسمره، نعيد مع بعض هنا في اسمره. عندي اصحاب يعني اريتريين ما موجودين هنا في اسمره، وكل اصحابي السودانيين يعني الموجودين في السودان والموجودين في المملكه العربيه السعوديه بحب اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نتلم بخير والامان والسلام يرجع للسودان. آمين. بعد ما نرجع السودان حنجي نعيد هنا في اسمره ان شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أنا أصلا أهلي كلهم في السودان هنا، طبعا عندي خير أصحابي ده تاني ما عندي، فبحب أسلم لأهلي كيف أنتوا تمامين كويسين قبل ما يتلم. وكل سنة أنتوا طيبين، عيد سعيد مبارك، وربنا يبارك عيدنا، وربنا يصلح لنا حال بلادنا واللي بات، وإن شاء الله سيكونوا خالمين، ولو حيين من الموت إن شاء الله هنتقابل. فأنا أصلا جيت هنا لإجراءات، وبعد يومين 3 كده يمكن أسافر الصين، فلو مدة من الأمور كده إن شاء الله أرجع السودان وأجي تاني أريتريا أسلم لناس أريتريا لأنه شعب كويس تمام ما عنده أي كلام، وكل سنة أنتم طيبين ليكم أنتم كلكم. الله كريم. وانا كمان عاوز اسلم على اهلي برا واخواني واصحابي وكلهم. مره اشتقت عليهم وحشوني مره، واخواني برا كلهم مشتاق عليهم، حابب اسلم عليهم واعيد عليهم، وكلهم كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله دائما تكونوا بخير، ونتلاقى في ساعه الخير ان شاء الله اذا الله كرم، والله يصلح شر الحسد والحرب ان شاء الله ترجع السودان يرجع زي ما هو، نتقابل تاني في ساعة الخير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. الله كريم. ان شاء الله بالسنه الجايه الله بدخل السلام للسودان وكل العالم كمان ان شاء الله. نحن نعيد هيدا العيد بكل هدوء رواء وتفاهم وتواصل كمان. انا برضه الثانيه بدي اسالكم شو بتحسوا يعني اجيتوا شفتوا بلدنا السلام والهدوء والتفاهم والتوحد يلي علينا، وانتوا شفتوا بلدكم كمان شو يلي صاير كرمال شوية يعني شوية تفاهم. يعني شو صاير البلد كلها يعني صارت عالدوشة وشي شغلة. شو بتحسوا يعني بهيدا العالم؟ احنا انسان وبدنا نعيش. شو بتحسوا اكتر واحدة لواحد لحتى يعيش بده اياه شو بكون بده؟ والله لما جينا هنا حس لقينا الشعب مرة عايشين في سلام وطمأنينة ومرتاحين ايش اسمه امورهم الحمد لله تمام، ما عندهم مشاكل، ما عندهم اي شيء، شعب مسالم، ارضهم بسلام الحمد لله بخير كلهم، وتأقلمنا معاهم بقينا زيهم كمان، تأقلمنا بقينا عشنا بطمأنينة زيهم وسلام والحمد لله. شو كانت أخذت أنا بعطيك شي $1,000,000 و إذا أنا سألتك
أنا بعطيك شي $1,000,000 أو بعطيك السلام، ممكن أي واحد منهم أنت بتقدر تاخذ. السلام. السلام. إيه. ما شاء الله. شكرا. هذا الجواب اللي قلت إياه. أي شيء اللي بدكم تقولوا بهيدا الناحية. طبعا عود ما بيفهم ما بيسمع عربي زي الناس. انتي حتى كان لي صراحة كنت حتى اني ركاي حتى كان حجي كم زي اب سودان سي ابعيد صلاة ناي عيد ناي مزقاد حجي في اللي قالو ناي منتي ناي اكادادنا حجي ابزي جلابي سي كادادنا في اللي قالو مالت كبلكا خلو ابزي جلابي يخدر ابزي اب سودان جلابي قالو على الله له على الله مالت كم زي باكستان عينت كلها كم زي ببينا في اللي زلوا عما خالو إذا رئيس زقبر إذا مع بوتاتنا عما يوم زخدانو قال ملا كموتات زي فلينات على وابيرتنا أبسودان هو مالت أبسودان حجي كلاتنا عما نخدن عما مالت تيا شاربة تيا صعدة شاربة نتغللها برأسنا مالتنا يبهلنا السوداني السون خدانو أبزي قالو جلابي يخدانو حسب عقال زي ناي سعودي يخدانو لكن كم بهليسي ناي السودان بهلي على الله له جلابية دحري عينتات خالو تزع أصفر مالت بوز عينتات الله ناي كتكدن كل خاسي جلابية حجي أبز تقبر الله هذا حسكم حجي أود زحلفت جمرت عيدكم متخدينه كله سب سميرو مالت انتاي شو مسي فليز بلاي مالت زخاف اللي نتعلو استطر يعني انا في غيو من خدام مستيوم كم بوزحات زخدنو وسي اوكي مره حريف كاله مره حريف يالله لو ما عنتون غيركا خطو على كسا بلو ما عتي توصاني حتى مثلا ابدق ابتي الله ماريا دي هاي بك عم هاوي اقول لك انت خبلك اللي مسيكا وعلى حضر كم بحجي حاجي انت مستر لهوت افكاري تكبر الله ولا تكرر افكاري وا انت راح تسكنني لي هاوي وبزي انت تليم كي غيتول ابير تراس صح مو بكم كاي تسمع معنا ايه بزعبه انت شو وين اي تسمع معنا عشان زار مزيات تتعقب اللي تلا زياده حن مستير له دحراي انت يديو كوينو مالت سيكيورتي نغير ندفو اسكي بس ودانا شو نغرك بقى طوال حميتيا بترف ناي فضل شي حتى لا تنعي فضل لي كما يلا هما عيد كما تستوعر لها طبق شبي اخي خبدي مره سقاب زي 5 هو تسقيبه يجي افتري كي تكسر ناكلت شي حبه قاعي بالي مثلا زارب اللي تبقى عاوز ها درفت تسمع ناي تقرينيا فضل هو قال خب درفت اسكن ايش اسمع بلني بتياف من الحسن درف الكمال نو كبيد حبيبي انا خنا اقرك لمن درفي يسمع ما جمرته نمر هاوي قاريا مره يفاتو قاريا ولا درفيناتو صبوطهم نايس لو درفين تايبل جدي فيلا حادي يلا جدي فيلا ازي مره يفاتوا بس تبلني تتفتوا صراحه هو مره يفاتوا جدي فيلا هون قص خان فكري نو جين انت يخبلك مسلك جدي فيلا اي فورجيف يو مالت كم زي انا مسامحك كذا فهمت علي يعني اغنيه سمحه شديد والله ولا بعرف ايوه صبو قال عين قال درتاس تسمعريها ناي تقرا قال تسمعره وي عرب قال درفو دمصاوينون اللونا ناي تقرا في ناي سليمان سفرات اللي كله بس قاطعون رحس بعد عيد ولا رحس بعد ثانك يو صبو فاضلي ساميتي نسمسك حبه حنسب بزي زحلح نسمعك سامغم يلا سلام بقى فاضل حج متي بقى وطاطي كاتغرينيا ساخت كل غباكا ناي كلتي زيغنت كلكاسا ها تغرينيا صفاصف ده بتغرينيا راب تغبرلنا دبزي اي كيلو ها راب تغبرلنا بتغرينيا بزي حسب اي كيلو زعرك تت حنت ساسالنا جا تت كم تستمر لها عيدك صبول زعرك فضل غري فيكم بقى دعوا بلا لزا تغرينيا غرفه ها فعفاي بلو اسم ديك قالكم سوالله مستينا متى خطر راسك خب تغرينيا ولا بعرف تغرينيا بتغرينيا دام الك خاطر مسقن ماشي سامي روح اسمع العيد زعرك طوالي كرمال الأغنية كلاتكم تسمعوا الأغنية بالتقرينيا تسمعوا شيء ايوه
ايوه تسمعوها وبتفهموها. وقلت أكتر حاجة اللي بتحبها يلي بتقول قدي فله. قدي فلة. سامحها. يعني اسكي أكتر واحد يلي أنت بدك تسامحه مين بيكون؟ الموضوع ما حاجة يعني بعينها حاجة بذاتها، طيب لكن أخذ. الموضوع ما موضوع انه انا عندي مشكلة مع زول ولا سامحته ولا كده ولا انا في غرات قلة، نو. الموضوع يعني الغنية، كلمات الغنية وان ايوه كلمات الغنية بتديك احساس سمح، يعني بعد الغضب هو سامحها، فهمت علي؟ هو غضبان شديد لكن سامحها، فهمت علي؟ يعني الغنية كلماتها والمعاني حقتها جميلة شديد. بعدين انا اول ايام ما كنت يعني ما بقدر افهمها كلها، بسمع بس كان عاجبني الايقاع وكده. لما عرفت الترجمة حقت الغنية حبيتها زيادة. تتونسوا بالتقرينيا إذا دخلتوا بشي مكان يعني بيكون عريس أو شي شغلة تانية. هاي لازم تتونسوا. ايوه نتونس بالتقرينيا. ايوه يعني بعمل بلاي وانت تقدر تتونس عليها هلا. كيف؟ ما فهمت عليك. لا انا اذا هلا استعملت الاغنيه التقرينيه بتقدروا تتونسوا علي معايا؟ تقدروا؟ بنقدر. ايوه ولع لنا. لا ما تولع. تقرينيا هذا سعر من دليل الله فيكم. نو دحان. نو دحان. فجأة ولا لا؟ لا طيب انت كمان عليك من اصول الاريتري. طيب يعني ابوك يكون اصوله اريتري ولا امك؟ انا ابوي اريتري وامي اثيوبيه. طيب مواليد السودان. طيب مولود في السودان وتربيت في السودان. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. يعني لما اجت لا هيدا بيكون بلدك يعني. ايوه. شو حسيت اول مرة اجيت هون ويعني شافت البلد شافت الناس واستقبالهم عليك شو حسيت فيها؟ والله شو قلت؟ حسيت انه بلد جميلة كده مرة هادية وباردة وطيبة، عرفتي هوا فيها نفاس كمان صبوغ مرة رخيبة. صبوغ مرة رخيبة. كل بس كنت تقرني عقل ولاني جدا العيصة إذا أخيب لك طيب زغونة ولا درقف كذا ولا روح اسبعال. روح اسبعال. روح اسبعال. نقول سبت حال روح اسبعال بللنا. روح اسبعال. روح اسبعال عيد. روح زحال فلكم روح زحال. طيب حفير كان الخمس لاني طيافين لا تصويت. اوكي كم هاد كنت لا صاد لا زخبركم تخاتتنا خمستري ورا لكم مدبنا بمو مدبنا ابزي بزي بقرصون هفتام بزون مزم ጨዋት تحواتنا سرناويان واو منفسنا نبعل دلنا خمستري ورا لكم تيتيناون بزي طعمتو بون داغابزتنا دقيمنا دقاقيمنا بفلاي امنته مسلمنا رحس بعد عيد نابلنا خمون مولو حزب ارترا رحس بعد عيد نابلنا كمزي تري ورا لكم كمزي نحنا نقادس زلنا الشاي سخم سناهم تقادسوا تسفا እንዳገበርና تتينا كم يلا زابون بتعم طعمت بنمو ካብዞም ስራናውያን ዝራእኸዮ ፍሉይ ነገር ዝኸሰብክዮ እንታይ ኣሎ ማሲ ካብኦም ሓደ ነገር ከሲበ ትብሊ ወይ ሰም ካባኽ እንታይ ከሲቦም ኣብ ኣተሓሳስባኻ ለውጢ ድዩ ወይ ብፍሉይ ቅድሚ ሕጂ ስኽደይ ትፈልጥ ኣፍሊጦም ክደኾኑ እንታይ ዝገረፍልኩ ፅቡቕ ነገር ኣሎ? ፅቡቕ ነገር ዳ ፍቕሪ ፈቃራትዮም ብጣዕሚ ፅሑታትዮም ፈቃራትዮም መኽበርቲ ሰብ እዮም። ሕጂ ኣነ ከማን ዓንቶ ይኮም ኢለካ ነይረ እታ ናይ ዓንቶ ወይ ትግርኛ መጀመርያ من مهيركي كمي قلت تسمعيهم نيركي جلز بالكاني نهلت زيا إيدن عبزي أنيرا كم زبل خلو تبليني كمون سارة سودان سالز نبرت عرب تزاربيا كمون تسجى حفتا زي كل نجار جيرنا بزي كوفي لي صرح زجبران كل استحقاق جزاني كل أحواتهم عزينا أنا مزجنن ناس درجان تتينا خمسة عينت أبزون حنت بلت تدين كوفا بينا لنا تاني نحنا كمان بزاني حنت مع الزرعنا كسي بزح نجار ولا تقرر باخديو تي جرافيا متوحلنا نايتبون جرافيا ولا تفاشل ما فحش وقت تقبل كي مستعم تبون جوات ولا خلص بتعمي ما سخمس جند اللي هو سحبت فتر كمان خلا يجلس بزي ما ربكت ملص قدك قرار باي بتعمي طعم تسب بتعمي طعم بن يغني لنا بزقات عمونا عنا مسجنن إذا عينت تعدل مفتار ونسن
بتعم صبو نجار ما سب صبو نفسه اللي يقبر بتعم صبو نجار جيرنا الله سام زين سرنا وين حواتنا ونا أخذ أبز بمسنا حون كسبوا من كباخي ونقعدنا كلهم بتعمين فتوخي ولا ونزل ترجمات بين لخ إدريا ولا من يا خاف تعملنا مسكنا ونحن مسوم كرار دخلنا من قد دبلوماسيين فخفتنا لكي صبو فضلي كم يالله إذا حسكم ما ترى شبيه آخره هونجا ها بلا عم برنش زي سلف قال لها تقرر روعك سقاف زي حكاية 5 زقر سوين شللك حبايب حزم لا ولا أنا توسخنا طيب أنا حأسألكم كم سؤال. أنتوا شفتوا التكرم الزواج علينا حاجة مسيحيين بيكون حاجة مسلمين يعني زواج؟ أيوة عقد الزواج هنا؟ عقد الزواج التكرم تبعه السرموني تبعه العياد تبعه شفتوا شيء شفتوا أيوة شيء يعني شفتوا شو بيكون الفرق بين إريتريا ويعني بين السودان وكيف لقيتوها؟ طبعا هنا يعني في عادات وتقاليد وفي السودان برضه في عادات وتقاليد. يعني في السودان عندنا هناك عندنا أول حاجة في حاجة اسمها سد المال اللي هو يعني يجيبوا لها حاجات العروس اللي هو من أرياح ومن قروش ومن أي حاجة. بعدين تبدأ الحنة اللي حنة الراجل براو وحنة المرأة براو. العروسة حنتها براو في البيت والعريس حنته في البيت براو. بعد الحنة يجي يوم الجمعة يكون العقد في الجامع اللي هو بيعقد عقد القران ولا بيعقد في الجامع اللي هو أبو العروس وأبو العريس. وبعديه يكون في الغداء اللي هو في الصوان الدراش يعني. ويكون في حفلة وأغاني تقليدية وكده. بعديه يجي يوم السبت يكون في الصالة اللي هي هنا يوم اللحد هنا زي الدراش واللي يلبسوا فيه الفيلو يجي يكون هناك يوم السبت عندنا. يعني الجمعة يكون عقد القران وبعد مرات في ناس بيعملوا الجمعة المساء وبعد مرات في ناس بيعملوا السبت المساء. ده العادات هناك في السودان. يعني بيكون العرس تقريبا 7-8 يوم. ايوه هنا العرس هنا غايته انا على ما عارفهم زي الناس لكن ترتيب. لكن بيكون العرس الاول اللي هو سنبت وغدام صح اللي هو يوم السبت اللي هو يكون في تصوير كرسي وتصوير بالبهلي كده انه حبشة. بعدين في بالليل عرك حلفت صح ايوه عرك حلفت. ده يوم السبت هنا. يوم الأحد اللي هو يكون وين اللي هو يكون في الدراش اللي هو يلبسوا الفيلو اللي هو في تورتتين تورته للعريس وتورته للعروس. والعروس دايما بتكون الصباح اللي هي الصباح الظهر كده الظهر. والعريس اللي هو المساء نايمشت. العريس يكون في تورتتين يعني تورته عند العروس وتورته عند العريس. وبعديها في حماوتي. يلا حماوتي ما عندنا في السودان. في السودان ما عندنا حماوتي. يعني أهل المرأة يجوا لأهل العريس يمشوا هم أهل العريس يمشوا للعروس صح؟ اللي هو أهل البنت يروحوا لأهل العريس. أيوة. دي في السودان ما عندنا حماوتي. حماوتي شفناه هنا وتقليد سمح ويلبسوا برضو الزي التقليدي وقعد حنباشة. الأكل أصلا بيتأكل بالحنباشة وكده. كان حلو يعني. ده حضرته هنا في البلد. حضرت كل شيء. حضرت كله من عرق حلفات لحد حماوتي. شو بيكون يعني عاداتنا شو شفتها يعني جد سمحة جدا. أنا بعرف هالشيء بس يعني في فرق أيوة. بين عاداتكم وعاداتنا وشو شفتها هالشيء يعني كل الروحة كل زاوية وكل الناس بيجوا بدون فرق ويتصوروا مع العرسان شي شغلة. كيف لايتا يتونسوا مع بعض يعني والله حاجة سمحة أنا شفتها كتير يعني بالذات يعني في لما يكون يوم الأحد أهل العريس وأهل العروس يكونوا بيتكلموا الناس الكبار يعني هم الشماغلة يقعدوا يتكلموا وكده يعني دي عادة شفتها هنا. وغير كده الأكل
يعني العادة بتاعت الأكل في السودان ما زي عادة الأكل في أريتريا. يعني في السودان في يكون يعني الأكل السوداني في العرس، أما في أريتريا بيكون الأكل الأريتري التقليدي. فده اللي كان الفرق هنا يعني. ده حاجة سمحة شديدة يعني، في تقاليد مختلفة. شفت فيها حاجات كتير وحاجات يعني مختلفة، يعني ما زي السودان طبعا. الأكل بالذات انجيرا وزقني صعدان تكيح. كيف رأيت الطعم؟ برضه أنا ما بسألك الطعم لأنه أنا مربع على الطعم. ما هيدا الطعم كرمال هيك السؤال ما بقول عليك حيكون لي فضل. أيوة. السؤال بالنسبة للأكل الأريتري، الأكل الأريتري جميل شديد. طبعا أنا أكتر أكلة أريترية بحبها هي الكتش عفتفت، بحبها شديد. أيوة. والبربرة طبعا. أيوة مرة بحب البربرة. بعدين جربت كل الأكل الأريتري، يعني أكلت شورو، أكلت زيجنة، أكلت قعات. طيب ما شاء الله. يعني جربت كل الأكل الأريتري، وحتى في المناسبات عندهم حاجة اسمها أضعخة. أيوة برضو جربتها، يعني حاجات جميلة شديد. التراديشنال في أريتريا جميل شديد، يعني حتى في المناسبات بيلبسوا كده زوريا البنات. بعدين الأولاد برضو عندهم اللبس الأبيض ده التراديشنال برضو جميل شديد يعني. اصلا شبابنا كتير حلوين، ولما بتشوفهم بالتغليد يعني باللبس التقليدي شو بتحس فيهم؟ باللبس التقليدي كمان بيزيدوا حلا احلى. ايوه احلى. انت لبست شيء تقليدي علينا؟ لا انا بلبس بس جلابيه، ما لبست الشغله التقليدي. ما لبست التقليدي. ما لبست اي واحد لبس الشغله التقليدي علينا، ما لبسته. بس شو بتشوفوهم الشباب والانسان لما لبسوا الشغله التقليدية علينا شو بتحسوهم؟ احسهم مرة جميلين وجيهين كده، احسهم وجيهين كده جميلين مرة لما نلبسوا التقليدي، ويرجعوك ليش اسمه للتقليد الزمان، العادات الزمان اللي كانوا يعملوها كمان نفس الشيء، الرسومات والاشياء كمان نفس الشيء يذكروك بها الاشياء الزمان كانت. ان شاء الله انا حابب اشوفكم يعني بحاجات التقليدية علينا برضه حاجة مع بعض. بس انا بدي اشوفكم بالشغلة التقليدية والحبشية علينا. انا والله عن جد بهني عليكم كرمال العيد لا سنة أملس قعدتوا. أنا عن جد بحب أهني عليكم على كل شيء، على اليوم يلي فضلتوا تكونوا معنا بالمناسبة العيد الفطر المبارك. بس حابب أسألكم كمان كم سؤال. لسه ما تعبتوا ما؟ طيب أنتوا تعبتوا مننا ولا لا؟ لسه ما تعبتوا ما؟ طيب حابب أسألكم كم سؤالا أخيرين. انتوا بتسمعوا الأغنية وكنتوا قلتوا لي بتسمعوا الأغنية التقرينيا كمان. شو الأغنية يلي بتحبوها أكتر بالتقرينيا؟ وشو بيكون الفنان؟ شو بيكون اسمه الفنان إذا بتعرفوا ريلي؟ وإذا بتقدروا شوية غنوا لنا عليها بالتقرينيا. كمان من السودان، من الفنانين حق السودان، الأغنية والفنان يلي بتحبوه أكتر. طيب هنا في أريتريا أنا بسمع عليه كم فنان، ما واحد. في منهم أكرم جمال. أكرم جمال يعني بغني غنى جميل وكده، يعني بسمع الأغاني حقته. برضو في زي ما قلت لك قبل مرهاوي قارية، أول فنان سمعت له لما جيت هنا في أريتريا. برضو غناه جميل شديد. أما في السودان كمان، في السودان كتير شديد. في السودان في فنان اسمه جمال فرفور، ده أنا بسمع عليه وبحبه شديد. جمال فرفور اسمه. أيوة ده يعني هو طبعا ما زي وردي. طبعا كل الأريتريين هنا بيعرفوا وردي طبعا فنان كبير وكده، كل الأريتريين بيعرفوا وردي، لكن فرفور ده من الجيل الثاني يعني بحبه شديد وبسمع أغانيه وكده. طيب تقدر تغني لنا من الأغاني طبعا؟ لا. تقدر؟
ما بقدر اغني، لكن يعني بستمتع لما اسمع الاغاني حقته. بستمتع على أيوة. الأغنية حقته. طيب وأنت يا ميكي؟ محمد ولا ميكي؟ لا كل حاجة برضه هيدا اسمه. أجمل كلتيو محمد وميكي. أنا بحب أسمع هنا أغاني الأريتريا كتار، يعني أكرم جمال زيك آريا ونهم مستة وهانيبال وأبراهام علم وهيلم ملس إيدن، كلهم بسمع عليهم، يعني ما بسمع لفنان واحد، بسمع لفنانين كتار. لكن أكتر فنانين بحبهم هنا مثلا هيلم ملس وهانيبال علم، ومثلا هانيبال علم وهيلم ملس واكرم جمال ونهم مست. اهم شيء اول واحد نهم مست، اول واحد نهم مست اهم شيء. وفي السودان طبعا كتار، يعني محمود عبد العزيز، حسين الصادق، برضو بسمع كمية ميكس، ما بسمع لزول واحد، بسمع لناس كتار. طيب تقدر تغني لنا ولا ما تغني؟ والله انا من النوع اللي بكون بحفظ بس، بكون بسمع لكن ما بعرف اغني اساسا، لكن بستمتع زي فضل واحد يعني. طيب. بنحب نسمع الاغاني. وانت؟ اوكي حقيقة والله انا كان ما كنت بسمع للاغاني الاريترية، لكن بعد ما جيت هنا وشفت الشعب الاريتري وعشت معه يعني حبيت اغانيهم. يعني انا كل ما قاعد بسمع الاغاني في المواصلات ولا في القهوة ولا في التاكسي ولا في اي مكان، يعني بحس بشعور كده يعني قريب مرة واحد. انا ما عارف الفنانين، لكن يعني معظم الغنى الاريتري كده يعني عنده احساس غريب عجيب. لما بتسمع اغانينا بسمع اغانيكم هاي ان شاء الله. شكرا شكرا على هالشيء. والفنانين حق السودان؟ والله فنانين السودان دي بسمع كتير، يعني بسمع كتير مرة واحد. محمود يعني ده نمرة واحد، ومصطفى سيد أحمد، وفنانين الكبار ديل يعني حسين الصادق، مصطفى والدجاج يعني كتار يعني، ولا زنبار نيجيري يعني ميكسين، يعني بسمعهم كتار مرة واحد. من هالشي أنا بقدر أفهم أنتوا تعرفوا لبعضكم كمان كتير، ما هيك؟ أيوة صح. طيب وبرضه أنت سامي؟ أنا برضو ما تقرينجا كتير ما أسمع أنا كتير، بس بسمع لأكرم جمال، مرهاوي، هيلن، بسمع لهم أغاني شوي مرات كده. طيب والسودان أسمع كتير شديد، مثلا محمود عبد العزيز، حسين الصادق، مرنييري أسمع كتير يعني، ما بثبت في حاجة واحدة في العربي. طيب وأنا بحب إنه نحنا مع بعضنا هاليوم يوم بيكون يوم العيد، يعني في أغاني كرمال العيد وكل واحد بغنيها. هيدا غنوا لهم لهدول الشباب والناس والجمهور يلي عم شوفكم، غني لهم الأغاني حق عيد. يعني العيد طبعا حابب تغنوا لي إياها؟ اغاني العيد في السودان ولا في العالم العربي كثيره شديد. كثير بعدين حتى في التلفزيون يعني ايام العيد ايام رمضان بيكون عندهم اغاني للعيد ولرمضان. يعني حلوه شديد طبعا. وفي السودان الاغاني كثيره شديد بتاعت العيد، فما حنقدر نختار لكم منها اغنيه الا نجيب عليكم باكج يعني. لا اختاروا لنا واحدة يعني تشغلوها مثلا، لكن هو اغاني كثيره طبعا زي ما قال، بس ما حافظينها كامله، عشان كذا ما بنعرف بنعرف نسمعها. لما نسمعها بس مو بتكون مو مهم انه تكون كامل، بس هم انتو يعني تذكروهم لجمهور يعني. والله ما في اغنيه حاليا في راسي لانه، لكن ممكن المخرج يشغل لنا اغنيه وتكون ختام يعني نحن نسمعها ممكن. وكيف كانت الرمضان؟ يعني كنا نسيناها هالسؤال، كيف كان الرمضان هون؟ يعني رمضان هنا كويس، يعني اول حاجه ما بتحس بالزمن، ده اهم حاجه. يعني لحد ما يجي وقت الافطار لا ما بتجوع ولا بتعطش، يعني احلى من الناحيه دي احسن من السودان، لانه في السودان انت الساعه 1 بتكون خلاص جعت وعطشت، لكن هي ما بتحس باليوم. يعني رمضان ما في يعني لا بتعطش لا بتجوع لا كده، يعني بيكون
عشان كده ما بتحس بيه. يوم بتروح بدون ما تحس عليها، بدون ما تحس عليها. أيوة. ايوه لكن في السودان من الساعه 12 خلاص تبدا الجوع وتعطش، خلاص ما بتقدر تتحرك تاني. عشان كده تاني كل رمضان ان شاء الله، حتى لو مشينا السودان رجعنا السودان رمضان حنجي نعمل معاهم رمضان هنا، نصوم معاكم رمضان هنا ان شاء الله. ان شاء الله توصلوا معدل رمضان ولا للعيد كمان ونتهنى مع بعض بكل شيء. شكرا على كل شيء. برضو أنا بهنيكم، بهني الشعب الإريتري، بهني الشعب السوداني، وبهني الشعب العالم كله. إن شاء الله كل شيء بيخلص بأسرع وقت ممكن، برجع السلام للعالم كله، ونحن نعيد نتونس مع بعض، إمكانيا بعد المسيحيين أو إمكانيا بعد المسلمين. سلام زخبركم. تعذبتنا حجها أمس ماناجر نايس جزاء مالتي ماسا فاست فود إن ريستورانت نيشتي علال كنجبرينا بزعبا زوم سوداناويان إن فلياك أبابلان فلي نجاراتنيهم زجبرلهم سلازي سكي مجموعة كالا لنا باولوسي ماناجر نايس جزاها هو سكي نعم سرحنا أنا حدش بزح يسرحون كم سرح مالتي كم فاميلي ممبر جن نوع جزء بزنيرة مالتي كم فاميلي مالتي كم سرحتني جن حجة كم يدريوا عبز جزاب بزعم سودانيين دنجدو متهم بونساتو يعللوا ولا بزح مستي حزبي وني تحاوسوا قال أبز تفعل عليه قاد أميثات ولا بزخونة معلتي بفلاي كأبعيد مالتي نسخون بفولي نعم عيد كون كلو كون كلو تقبر لهم فولي كهبلات هتالو إذا كم أنت يوز بقاس وخاب نوع جزء زي جزاز سودانوين فوتوين أبزخا بعلا ونانيت نايستكال نوع جزء السودان سلازم نبرات تبع لنا السودان تبعنا السودان سلات فلتو كون تدلي وون يرخبوا يوم تقرب اللومي خمتناتهم بعلي أو عندهم زلوا خين يسمعهم قاسي يزخون جيت بزت قرب لهم نوعهم زخونا نجر زعزز وسيك قرب يبز قرب لهم بمنطقة تبخلي عب عندهم دلوا ولا بفولي كعبون ساتيهم ماسي حنسب مشت كتمت كلها كبيلهم بحنس أخوينهم بنساتيهم مس إيرتراين كوينهم قال ملا أزعجي كم انتهي تبلوسكي صح كم سبود تنوبي حصتاي مقباري زخون تمل مادي تبهلون تقاني أبزحجي بزحات له ولا تعيرهم تقرنيا دزارو سودانوين أجيتي بزح مكرابي زخون سمعت اللامروم هم تبزولو صراحتنيا كلنا نحجز بزح صراحتنيا تات مسوم كزاربا عرب كيلانين كم زندات مالا لاخي السمع عم سانك زاربو تقرنيا خاخي لو مو أنت عربي خاخي لك اسكي روح سعيد بللنا وعربتنا عيد مبروك إن شاء الله يبارك علينا كلنا شكرا يا نيلنا بتعملنا بس جنكا زينا أنا مسكنك كم زغريو أنا حقومي أبز كذا فولي إنجدوتو زكبر بلاي سوداناوين اتيزلو إيرتراوي بحلي ناي مدنقاز متحب وحاب متحب واسيو زرقيكا السومون كم ونعنا مسيلون بزتفلا لي أقباب مزخدو كم زعلالنا كتريقو زيز أنا حكم روح سعيد قبرلنا شبان انترتينمنت أليرا برودكشن يانيلنا كورة تقاتلتنا خمستري ورا لهم مربنا لومي بمهنيات عيد استجبر مرب مسرنا وأنا حواتنا دارجانا مززا مقتنا هنا حج استرفنا ناي مسجانا عدل المهابيو قدمنا جن أبزي كم زيلنا معرقنا أبز خوينا نخنسأل مولو عقمة مستحاورنا ما سوا فاست فود كي مسجنا يمكن حل فاين دلن أزينا أنا مسجنكم كمون ما تيتينا تعمتم بزخت أنقدرنا تعنا بتعاملنا مسجن كمون نعم جزيم سويهم بزنا علمنا أخبرهم أبز بمركبهم تعاملنا نمسجن أسيل استرفت له
اليوم يلي حددناه لحتى نكون مع أخواننا السودانيين بيوم العيد الفطر المبارك تقريبا يخلص. نحن راح نعطيهم كم سؤال لحتى هنوا ب أوف لا سنرجع. طيب نحن وصلنا لنهاية المرحلة يلي كنا عدناه مع أخواننا السودانيين بيوم العيد المبارك. وطبعا نحن نحب نشكر ما سوى فاست فود وريستورانت كمان ام تيتي يلي عملت لنا قهوة جميلة جميلة جدا. ان شاء الله انتوا تجوا وتطعموا فيها بحالكم. وانا بيكون عندني السؤال المخلص، تتهنوا لمين يعني باليوم العيد المبارك؟ احنا بنقدم تحيات للأهل كلهم وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين. كل الأهل والأصدقاء في السودان وخارج السودان، في المملكة العربية السعودية وفي الخارج وفي أوروبا وفي أمريكا وكلهم بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين. عندنا أصدقائنا أريتريين كمان في أوغندا وفي مصر، بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين لكلهم، يعني للسودانيين والأريتريين. طيب إن شاء الله. أحب أهني الشعب الأريتري أول حاجة، وأهنيكم أنتوا كل سنة وأنتوا طيبين، وماما تيتي وأهلي في السودان وأصحابي في السودان وكل العالم العربي، كل الناس بقول لهم كل سنة وأنتوا طيبين. والسنة الجاية إن شاء الله بلدنا يعوم في أمان وسلام ونرجع إن شاء الله بإذن الله. وأحب أحيي الشعب الأريتري كله، وأحب أهني صحباني فضل، وأحب أهني محمد وسامي وعود أسيل، كلكم كل سنة وأنتم طيبين. الله شكرا، وأحب أهنيكم أنتوا الأريتريين والسودانيين جميعا والأهل والأصحاب والأفارقة كلهم والعرب كلهم والعالم أجمعين، وكل سنة وأنتم طيبين. حابب أهني الأهل والأخوان والأصحاب، ميكي جدو محمد عوض حوي سرحة. أحب أهنيكم مرة، إن شاء الله نتلاقى تاني بساعة الخير إن شاء الله. عيد مبارك لكم إن شاء الله. ክቡራት ተኻተትና ከምዞም ምጭዋት ኣሕዋትና ንኽንረኸብ መንገዲ ዝፈጠረልና ሓደ ሰብ ኣሎ። ንሱ ከዓ ኣሌኮ ቀምቃማይ ሳሚቲ ፈልጦ ዲም ኣሌኮ ከምዚ ኢልና ምዝኦም ምጭዋት ኣሕዋትና ፍትዋት ምቁራት ምዝኦም ክንረኸቡን ሓንቲ መንገዲ ዝኸፈተልና ኣሌኮ በዛ ኣጋጣሚ ክነመስግኖ ንፈቱ። ምክንያቱ ምስቲ ጽቡቕ ዲፕሎማሲ ዝነበሮም እዞም ስረናውያን እሱ እውን ንሕና ነዞም ሰባት እዚኦም ንክንከስቦም ሓንቲ መንገዲ ፈጢርልና እሞ በዛ ኣጋጣሚ ከዓ ኣሌኮ ሓወይ ርሑስ በዓል ዒድን ከምኡውን ቅኒ ኢልካ ናብ ኣውደ ዓመት ገጽና ስለዝኾንና ርሑስ በዓል ክብሎ ንፈቱ፣ ክነመስግኖ ንፈቱ። ንወሳኽተለካ أنا حابب أهني الجيش الأريتري المبدعة والشعب الأريتري المبدعة والشعب السوداني. إن شاء الله السلام ترجع على بلدكم الحلوة والشعب العالم كله. نحن مسيحيين أو مسلمين سيبنا مع بعضه وكمان عيدنا مع بعضه. إن شاء الله السلام والهدوء برجع للعالم كله مع بعضه. شكرا. Thank you. شكرا شكرا شكرا. عيد مبارك. شكرا يا محمد. شبان